طبعا قبل 2018 ما كان في المقاطعات، كان الإقليم وما كان في النواحي البلدات، ما كان في هالشكل الإداري، ما كان فيه. صار توافق لحتى يصير هالشكل الإداري العام، ينقسم إقليم الجزيرة لمقاطعتين، هي مقاطعة قامشلي ومقاطعة حسكة. الإدارة العامة بعين عيسى مش مصر سوريا، شمال شرق سوريا. بعد ما صارت الإدارة هنيك صار بدهم الشكل الإداري النظامي، صار أقاليم ومقاطعات. فنحن بال 2018 كان في انتخابات، صارت انتخابات عامة على مستوى الإقليم، وكان فيها انتخابات مرحلتين، مرحلة لانتخابات الكومينات، والمرحلة الثانية كانت انتخابات النواحي والمقاطعة مع بعض، يعني مجلس الناحية مع مجلس المقاطعة. وبعدها بعد الانتخابات صار البدء في تشكيل المجالس، وبلشنا في تشكيل مجلس المقاطعة وبعدين مجلس النواحي، وكل مجلس له شخصيته الاعتبارية. وكمان مجالس النواحي بلشوا يشكلوا البلدات والكومينات. طبعا نحن الدورة الانتخابية للمجالس وللمقاطعة هي سنتين، كانت تنتهي بشهر 12 2019. طبعا نحن كان جهزنا من الشهر السابع 2019، عملنا اجتماعات للنواحي، عملنا اجتماعات للبلدات، عملنا اجتماعات للكومينات كلها. كان نجهز لحتى نطلع لمرحلتين من الانتخابات. المرحلة الأولى كانت هي مرحلة انتخابات الكومينات، والمرحلة الثانية تكون مرحلة انتخاب المجالس المحلية، يعني مجلس الناحية، البلدة، المقاطعة. بس الظروف اللي صارت علينا، والأخص أنه الهجمات التركية على مناطقنا، والوضع الدولي بشكل عام، الوضع السياسي الدولي، هالخربطة الموجودة، يعني ما خلى الظروف تسمح لنا أن نعمل انتخابات. وكانت بهذيك الوقت الانتخابات صعبة، لأنه في كتير من مناطقنا محتلة، في كتير من الشعب الموجود هو خارج مناطقه، في منهم بمخيمات، في منهم موزعين على المدن المقاطعة. فبشان هيك الأمور ما كانت سامحة لنا أنه نعمل انتخابات. ونحن لحتى نكون بمكاننا بشكل قانوني وشرعي كان يلزم أنه يكون قرار. فبشان هيك طلع قرار تمديد للدورة الانتخابية تبعنا من الإقليم، مجلس تنفيذي بالإقليم. وعلى أثره وقت اللي طلع القرار بالتمديد، نحن كمجلس مقاطعة بدأنا بتحرك عقد اجتماعات بكل النواحي اللي تابعة لنا. طبعا الاجتماعات كانت غايتها هي تغيير آلية العمل، وحتى نقدر خلال هالفترة اللي احنا موجودين فيها بالتمديد انه نقدر نخلي هالقواعد او الركائز تبع المجالس المحلية، النواحي، المقاطعة، تاخذ مكانها بالمجتمع بشكل اكبر. فبشان هيك نحن عملنا عدة اجتماعات في كل المناطق، وطلعنا على النواحي كلها نحن كمجلس مقاطعة، يعني الرئاسة والإدارة الموجودة، وشفنا قيمنا يعني العمل خلال سنتين شلون كان. قيمنا حتى الأعضاء الموجودين، يعني الأعضاء اللي صار لهم سنتين وشغلهم كان ضعيف، نحن وجهنا لهم إنذار شفهي لحتى يقدروا يكملوا معنا، يقدروا يقدموا أكثر للنواحي تبعهم، المجالس تبعهم. نحن كمان عملنا تغيير بالوضع التنظيمي للنواحي تبعنا، يعني دمجنا، كان بالقامشلي في ناحيتين، شرقي وغربي، وفي بلديتين كمان. نحن دمجنا القامشلي الناحيتين تبعهم بناحية واحدة، هلا صار اسمها ناحية قامشلي، والبلدية كمان راح تكون بلدية مركزية بالقامشلي. طبعا هالخطوة لحتى نقدر نقلل شوية من الأمور البيروقراطية للمواطنين، ولحتى يكون المرجع أو المقر واحد، ما يتخربط المواطن بين غربي وشرقي وتابع لهالطرف ولهالطرف. فنحن عملناهم ناحية واحدة. حتى البلدية نحن عملنا دراسة عليها لمدة شهر، صارنا عم نعمل دراسات لحتى نقدر نقوي الأقسام الموجودة في البلدية